السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن الأخبار العالمية والأخبار المحلية. نبدأ كده بالأخبار العالمية وبعدين ننتقل إلى الأخبار المصرية. دي ماريا تراجع عن اعتزاله الدولي. طبعا احنا كنا عارفين إن دي ماريا كان هيعتزل بعد مباراة فرنسا اللي كانت في نهائي كأس العالم، لكن النهارده بيفاجئنا ويتراجع عن قراره الاعتزالي لكي تستمر المتعة من جديد. نخش على الخبر الثاني وهو بخصوص عودة ليفاندوسكي. طبعا احنا عارفين ان ليفاندوسكي هداف برشلونة برصيد 13 هدف من 14 مباراة. طبعا النهارده شارك في تدريبات برشلونة استعدادا لمباراة برشلونة امام اسبانيول يوم 31/12 اللي هو يوم السبت القادم الساعة 3 العصر بتوقيت مصر على ملعب الكامب نو. نخش على الخبر الثاني وهو بخصوص ليونيل ميسي هيجدد مع باريس لمدة سنة قدام، يعني لحد 2024. نخش بقى كده على كريستيانو رونالدو لحد دلوقتي لسه ما وقعش بشكل رسمي مع النصر السعودي، وفي كلام كتير جدا اتقال اللي هو خلاص الايام القادمه هيوقع مع النصر السعودي. نخش كده بقى على الاخبار المحليه ونبدا بالنادي الاهلي. النادي الاهلي اعلن اليوم اصابه اكرم توفيق بجزء في الرباط الصليبي، بس المره دي في رجليه السليمه، مش الرجليه اللي كان مصاب فيها، لا في رجليه السليمه. وكده الموسم بتاعه انتهى مع النادي الاهلي السنه دي، وفتره الاصابه تتراوح من بين 8 اشهر ل 10 اشهر، فان شاء الله خير وان شاء الله يرجع بالف سلامه واسرع وقت. منتظرينك يا اكرم. النادي الاهلي النهارده بدا التدريبات استعدادا لمباراه سموحه يوم الاحد القادم الساعه 7 مساء بتوقيت القاهره، طبعا على ملعب الاهلي والسلام، وتم فتح حجز تذاكر المباراه. نتكلم بقى كده عن الصفقات. على كلام الكابتن احمد شوبير هيكون في صفقتين في يناير المقبل وهما مهاجمين. نخش بقى كده على الخبر الثاني، وفي كلام مع النجم الساحلي حول ضم محمد الضاوي الشهير بكريستو، بس لا يوجد مفاوضات مع دانيال اوفري لاعب منتخب غينيا، والاهلي صرف النظر تماما عن ضم مارتينهو اللاعب اصبح خارج الحسابات تماما. وبالنسبة لإيقاف كهربا قارب على الانتهاء، وهناك تحركات قوية لحل الأزمة، والأهلي يريد الاستفادة منه بشكل كبير جدا. ومحمد محمود جاله عرضين من القاهرة وعرضين من اسكندرية، لكن هو رفض، هو مش عاوز يروح اسكندرية وعاوز يفضل في القاهرة، وبنسبة كبيرة هيبقى العرضين بتوع اسكندرية لا إما سموحة لا إما الاتحاد السكندري. وزياد طارق برضه كان جاله عروض من الاتحاد السكندري وسموحة لاستعارته في شهر يناير، وسيحسم الأمر خلال الفترة المقبلة. وانا زي ما قلت لكم اللي بنسبة كبيرة اللاعب هيرحل عن النادي الاهلي في شهر يناير. اما بالنسبة لموضوع عمرو فريد لاعب المقاولين العرب، مفيش كلام رسمي عن انتقاله للنادي الاهلي، يعني لحد دلوقتي مفيش كلام رسمي عن انتقاله للنادي الاهلي. ونخش بقى كده على اخبار نادي الزمالك بدأ تدريباته اليوم استعدادا لمباراة المقاولون العرب يوم الأحد القادم الساعة 5 مساء، وإبراهيم نضاي بدأ برامج تأهيلية وهيعود في أسرع وقت. نخش كده على مباريات اليوم في الدوري المصري. كان مباراتين، المباراة الأولى كانت الاتحاد السكندري مع سيراميكا كليوباترا اللي انتهت بنتيجة 1-0 للاتحاد السكندري سجله أحمد عيد. والمباراة الثانية كانت بيراميدز والداخلية اللي انتهت بنتيجة 2-1 للداخلية. سجل الهدف بتاع بيراميدز فخري رقاي، والهدفين بتوع الداخلية رشيد أحمد. وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو. انتظروا مني ان شاء الله بكره فيديو جديد هنتوقع فيه مع بعض التشكيل الانسب لمباراة الاهلي امام سموحة. اشكركم، مع السلامة.